وصلنا للجزء المفضل ليا في السنة، وهو بداية الاريبيان ليج، حيث الدراما والإثارة والتشويق، لكن مفيش جيم بلاي ما تقلقش. كنا الأول بنتفرج على الدوري ده عشان اللعيبة بتلعب من بلدنا، يعني فاهم، شبهنا، اللي هو المصري بيشجع بلده، المغربي بيشجع بلده، التونسي بيشجع بلده، الجزائري بيشجع بلده، وهكذا يعني. لكن دلوقتي الحمد لله طبقنا نظرية البيت بيت أبونا والغرب جم يطردونا، وبقى الدوري العربي بدون عرب. أهلا بيكم، أنا بركان من فيلوجيميا، وده الفيديو اللي أعرفك فيه على روسترات الفرق لسيزون الجديد. نبدأ بالتعالب، وديما يا مغرب. واللي مفرحني في الروستر ده ان اكاشي رجع لفوكس تاني، بجد والله. اكاشي يروح هنا ويجي من هنا، انا مش شايفه غير في فوكس. ونرجع بقى الكاميرات من امازون، ايوه انا بحب الشغل ده، ايوه بقى، ايه ده، هو ده. بقيه الفريق بقى، عندك جوزو في التوب لين، ايوه هو بتاع انوبس، ومعاه سكوت في الجنجل، وما شاء الله هو ولا جنجلر كويس ولا بيجنك ولا بيسمايت ولا حول ولا قوه الا بالله. وعندهم اكلس ايديكاري بستايل فوكس، بيلعب بدريفن وكايسا والحاجات دي، ومعاه جويكسي في السبورت. جويكسي ايه الاسم ده؟ المهم هو تيم حلو ولذيذ، المفروض يبقى في التوب فور مستريح جدا يعني. ونرجع نشوف تنافس من فوكس تاني. نيجي لحامل اللقب وهو انوبس، يعني الفراعنه واللي منها. وبرضه فرحان جدا برجوع ماجد لانوبس بعد ما كنت حاسس انه شمعة مطفيه حرفيا في رعد. بالنسبه بقى لبقيه الفريق، فزي ما احنا عارفين في صفقه التراكوة اللي مستر جو بيخلص فيها كل موسم. عشان في الجنجل عندنا سكوفيلد التركي، واللي بيشبه على الاسم هو مشبه نفسه بمايكل سكوفيلد بتاع بريزون بريك. المهم في الميدلين برضو عندنا ميرسي التركي، وفي البوتلين بقى عندنا مشعل في السبورت، وفاتي تشان في الايديكاري. وفاتي تشان ده تركي، مشعل العادي طبعا عادي عارفين. بصراحه انا ما عرفتش اجيب اكونتات ميرسي اللي هو الميد لينر، لكن فاتي تشان زي معظم التراكوة بدا في كام اكاديمي كده، بعد كده طلع لعب في كام فريق تركي على كام فريق اوروبي صغير كده. بس اللي لفت انتباهي انه ما بيقعدش في الفرق دي اكتر من سبليت واحد، يعني 3 4 شهور بالكتير كده في الفريق الواحد، وبيشقلب ويقلب. مش عارف بقى ده لانه جامد جدا وبيجي له عروض من فرق كتير، ولا عشان هو وحش جدا فالفريق بيكروشه، فاهم، قبل ما يقعد معاه حبه. ادينا هنشوف اداؤه يعني. هنروح بعيد ليه؟ نروح للفريق المصري التاني وهو رعد. تقريبا التعويم اثر عليهم فما عرفوش يجيبوا لعيبه من بره. اللي هينزل في الكومنتات دلوقتي يقول لي انت ولا كده عاجبك ولا كده عاجبك، اللي هو متضايق ان كل الفرق مش جايبه لعيبه عربيه اصلا. بص، هو انا مبسوط جدا ان هم بيدوا فرصه للناس الجديده، هي الفكره بس في السبب. اعتقد هي الميزانيه لو كانت سامحه معاهم، يعني زي ما كانوا بيعملوا زمان، كانوا هيكملوا ويجيبوا ناس من بره، بس تقريبا الميزانيه ضاقت يعني. بس ما علينا، نقول يعني ان هم فاهم بيشجعوا المنتج المصري، فاهم، وينك وينك. المهم معاهم ميرف وسانتا وديسيفنج وبيسكو وايديكاري اسمه مون. بصراحه مش هضغط على الفريق قوي عشان هم معظمهم بقالهم فتره ما لعبوش في الدوري، بس مستنيين اداء كويس بالكوتشز اللي معاهم، وربنا يوفقهم يعني. كفايه كده ناس من افريقيا، ونروح بقى نخش على السعوديه واللي منها. جي كي وتويستد مايندز. جي كي كل موسم بيعلي على نفسه ما شاء الله يعني. بص الدولارات والريالات عامله شغل. الفريق بقى مخلط من كل الجنسيات، 2 من كوريا وجايو من لبنان، واحسن جانجلر في المينا السبليت اللي فات اللي هو الرامير، ودي كاب في السبورت. المفروض ان الاتنين من كوريا دول حلوين جدا يعني، بالذات ليو الايديكاري ده يا سيدي. قعد سنتين في تي 1 اكاديمي، بعد كده طلع لعب في ساند بوكس في ال سي كي. فحرفيا معرفش ايه اللي خلاه يجي الاريبيان ليج بتاعنا، بس هنقول ايه، السعوديه واللي منها بقى، فاهم. وبصراحه انا خايف من قله الادب اللي هتحصل من جي كي الموسم ده، يعني لو ما خدوش مركز اول وكسبوا كل حاجه السيزون ده انا هتصدم الصراحه. نروح بقى للفريق السعودي اخوه تويستد مايند، وده يا سيدي برضو معاه 2 من كوريا، زي ما بقول لك الاخضر شغال. اولهم ام جي، ده ميد لينر كوري ولعب في الصين برضو مع فريق اي جي، ومعاه ووفو وميمك في التوب لين والبوت لين. اما الجنجل فمعاهم الصربي ستيفان، جنجل كويس وعنده خبرات في كذا دوري في اوروبا. والاخير سلوس السبورت اللي من كوريا، واللي شفنا اداؤه مع تويستد مايند في سوبر دوم اللي فات. نروح بقى الوان مور، واللي جايب 3 من فرنسا، هيرو وبيبو ونسور، التوب والبوت والسبورت. الثلاث لعيبه دول كانوا بيلعبوا مع بعض في فرنسا، والمفروض ان السينرجي ما بينهم كويسه جدا. ومعاهم اني بوت في الميد لين، بجد اني بوت من الناس اللي محتاجه فرصه تثبت نفسها، وان شاء الله متفائل بيه مع الروستر ده. اخر واحد في التيم وهو بوتيتو بوركباين، والله ما عارف بيتنطق ازاي يعني، بس انا اسف لو نطقته غلط يعني. بص شايف الاسم قد ايه اصلا. المهم ده الجنجل بتاعهم. قبل ما نخش على التيم اللي بعده، جايب لك لعبه بقى هنلعبها مع بعض كلنا والدوري شغال، انما ايه، لعبه وستيك. واعتقد ان معظمكم كده عنده فكره عن اللعبه دي، وهي الفانتسي. عارف هي الفانتسي بتاعت البريميوم ليج، عارفها دي اللي هي بتجيب صلاح وبتبيع مش عارف مين والحاجات دي. دي بقى هتبقى موجوده عندنا بس للدوري العربي بتاعنا. هي نفس الفكره بتاعت الكوره، انت بتعمل تيم مكون من توب وجنجل وميد وايديكاري وسبورت. بيبقى معاك في اول اسبوع 1000 كوين في البنك بتاعك، بتشتري اي لاعب انت عايزه، بس بشرط ما تكررش لاعبين في نفس التيم. يعني مثلا ما ينفعش تجيب لاعبين من انوبس او لاعبين من رعد او لاعبين من جي كي والحاجات دي، ليك لاعب واحد بس من كل فرقه. وهيبقى في ايتمز كده بتحطها على اللاعب بتديك بونص بوينت بشكل مختلف، يعني كل ايتم بتعمل حاجه مختلفه، حاجه كده
كده زي الوايلد كارد والكابتنه كده، بس ايه بتويست بتاع ليج اوف ليجندز بتاعنا. واللاعب كده البوينتات بتتحسب عليه بطريقه مختلفه، يعني فيرست بلاد يكسب الجيم، طورات، حاجات كتيره يعني بتتحسب بحاجات كتيره مش حاجه واحده. والاول على كل اسبوع ليه جايزه من موقع يوتوبيا، عشان كده هو اللي عامل اللعبه يعني فاهم. واكتر واحد هيجمع نقط في اخر الموسم هياخد جايزه كبيره جدا. فلو انت كده بتتابع الدوري العربي وعارف كل اللعيبه ومين هيأدي فين، خش واكسب جوائز واستمتع ونافس اللي حواليك كله. هسيب لك موقع الفانتزي في الكومنتات، هتلاقيه في اول كومنت. خش اعمل فريقك وبص، اللي هيخش على الفرقه بتاعتي ويغش مني بص هاكله. بص انا بقول لك اهو ابعد عن فرقتي. انا قعدت 5 ساعات بص بتوقع مين هيروح فين، محدش يغش مني انا بقول لك اهو. نروح بقى لنجمه جالاكسي ومعاهم العم بودا وديهست وكلاونز زي السيزون اللي فات. اللي اضاف عليهم بقى 2 من كوريا. مش عارف هم عاملين ال سي كي على الضيق يعني كده ولا ده الاريبيان ليج بجد، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل في ايه. 6 من كوريا ولا 7 من كوريا دخلوا السيزون لحد دلوقتي في ايه. المهم الجنجل بتاعهم اسمه سيترس، وده المفروض كان بيلعب في ال سي كي تشالنجر، وده اللي هو ال سي كي درجه ثانيه يعني حاجه زي كده. المهم سيترس ده مبطل بقاله سنه ما اعرفش ليه، وايه اللي جابه هنا انا ما بقتش فاهم حاجه. شكله هيبقى سيزون عنب. برضه الايديكاري نفس الكلام، كان في اكاديمي دي ار اكس. مش بقول لك سيزون عنب سيزون عنب. اخر تيم عندنا جين جي، وزي ما بحب اوضح كل مره جي ان جي مش جينج فاهم. جينج التاني ده حاجه تانية، ركز. والحمد لله التيم ده فيه 3 عرب، اجواد وجايليبا وايهاب. اما في الميد لين عندهم فيد وريدر في التوب لين، لعيبه من اوروبا رانكاتها حلوه وسنها صغير. اكتر من كده معرفش حاجه عنهم ولا عن الدوريات اللي كانوا بيلعبوا فيها عشان معظمها درجات تانية. في النهايه ده فيديو ساخر، ما تاخدوش اي حاجه من كلامي على محمل الجد يعني. وبرده اللعيبه دي لسه ما تعلنش عنها من فرقها اللي هم الا فوكس يعني. برده حاجه اخيره عايز اضيفها، ان انا بس متضايق شويه ان الامبورتس بقت كتير جدا بشكل مبالغ فيه، وده هيسبب ضرر كبير جدا على المين عندنا. اولا ان كده وداعا للعيبه العربيه، وادينا شفنا ناس زي سايفر وسان ورن مع انهم لعيبه جامده جدا بس برضه ما دخلوش في اي فرق. حتى ما بشوفش التيمات دي بتعلن عن تراي اوتس عشان تجرب اللعيبه، لا يعني ده هم بيروحوا يشتروا اللعيب جاهز من بره وخلاص. طب يا جدعان ده اسمه دوري عربي. ما علينا، ما تنسوش تقولوا لي زي كل سنه مين اكتر روستر من دول حاسس انه هيكسب البطوله، ومين حاسس ان هو هيبقى حصلت الدوري وهيبقى واخد على وشه من كل الفرق، مع العلم ان عباله الصحبه ما بقاش في الدور الاول. فيا ترى مين هياخد مركزه؟ انا بصراحه متوقع ان جي كي هو اللي هيكتسح، وحاسس ان ولاد بلدي انوبس ورعد هيشرفونا ويفضلوا في المناطق الدافئه الخامس والسادس مثلا. بس اهم حاجه انت تنزل تقول لي رايك. بس كده كان معاكم بركان، سلام.